للبحث في الإمكانات المتعددة التي تحملها العلاقات الثنائية بين بلدينا وسبل تطويرها وتعزيزها، لا سيما على الصعد الاقتصادي والمالي. ونحن نتطلع بشكل خاص إلى أهمية وإمكانية الاستثمار في قطاع النفط والغاز التي لها فيه إنجازات أساسية. وتطرقنا في خلال المحادثات كذلك إلى ضرورة تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية تنسق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة البلغارية، ما يشكل جسر تواصل دائم بين مختلف شرائح بلدينا، خصوصاً إذا ما تم إلغاء تأشيرات دخول اللبنانيين إلى بلغاريا وتسيير خط طيران مشترك بين البلدين. واغتنمت فرصة هذا اللقاء لأطلع فخامته على المبادرة التي أطلقتها من على منبر الأمم المتحدة بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان، طالباً دعم بلاده لتحقيق هذا الهدف. وعلى صعيد التطورات الإقليمية كان تركيز على ضرورة تبلور حلول سلمية توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية. واستعرضنا معا ملف النازحين السوريين الشائك، فأطلعت فخامة الرئيس على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود أكثر من 1,800,000 نازح على أرضه من اندلاع الحرب في سوريا، والتي تضاف إلى ملف اللجوء الفلسطيني المزمن. وأكدت أمام فخامة الرئيس أن مواجهة أعباء النزوح السوري هي مسؤولية دولية مشتركة، ويجب العمل سريعاً على وضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودة آمنة لهم. وفي شأن مرتبط أكدت لفخامة الرئيس الصديق ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية. وشددت على أهمية الالتزام بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته، والذي تمعن إسرائيل في خرقه جوا وبرا وبحرا. كذلك فقد اطلعت فخامة الرئيس على موقف لبنان القائم على اعتبار أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نقض فاضح لأسس القانون الدولي وللأعراف القائمة بين الدول والشعوب وميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على سيادة الدول على أراضيها، وهو أمر لا يهدد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضٍ قضمتها إسرائيل تدريجيا، لا سيما في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والقسم الشمالي من بلدة الغجر. فخامة الرئيس، أجدد ترحيبي بكم وبالسيدة الأولى والوفد المرافق لكم في لبنان البلد الصديق لبلغاريا. إن بلدكم المحب للسلام عرف عبر تاريخه معاناة شبيهة بمعاناه لبنان، وخرج منها أقوى، وهو بذلك اليوم خير صديق لوطننا وشعبنا. وشكرا.